خلاص ما بقاش ابني، طالما مرضيش يسمع كلامي عشان يعيش مع بنتي، خلاص ما بقاش ابني. وذهبي اللي انت عايزه وعفشي اللي انت عايزه، تعالى لي هنا يا روح امك. لا، انت مالكش عندي ده حاجه. عاجبك تعيش مع بنتي بالوضع ده، عاجبك مش عاجبك ارحل، بس مش هتاخد كشاف. الله، ما انت اللي قبلت وانت اللي اتنزلت. استحمل يا باشا، استحمل يا عين ماما. المهم ايه اللي حصل؟ الولد قرر يبقى راجل زي ما قلت لكم، وكان بالفعل. قال لها بصي انا معايا كل حاجه، تهديد ما بتهددش، لان هي معاها رجاله كتير زي ما قلت لكم. خوف ما بخافش، انا احترمتك كست كبيره كأمي، وخفت على سمعة اخواتها، وجيت على نفسي وقلت زي بعض ألم الليلة، يمكن لعل وعسى تتعدل وتخاف عليا وعلى بيتها. لكن لا انت ولا هي ولا رجالتكوا كلكوا كده لو اتجمعتوا في كفة واحدة ما هتهموني. عفشي هاخده، دهبي هاخده، كل اللي ليا هاخده، شيء طبيعي. الخاينة كده، الخاينة ملهاش حقوق. في شرع مين؟ في شرعنا، في شرعنا الخاينة ملهاش حقوق، ولا يتصرف عليها جنيه، ولا يتبص في وشها. تحترم لو تابت ورجعت، نستر. تابت ورجعت تتحط على الراس انها عرفت الحق. جايز هتبقى صعبة شوية، لكن لا، خلاص عفى الله عما سلف. لكن انت مصمم على الوساخة ومنجوع البراطيش اللي انت ماشية معاه، ومستهيفة جوزك ومستهيفة اخواتك ومستهيفة رجالتك. ده انت المفروض تتحط مش تحت قطر، انت تتحط تحت دبابة. ولا حول ولا قوة الا بالله. لما يبقى الراجل ضعيف والست هي اللي مستجوية، لما يبقى الراجل هو اللي كويس والست هي اللي وسخة وقليلة أدب ومع ذلك بتعافر وأمها بتتنطط. الولد خد كل حاجة بما فيهم الذهب وطلقها ومشي بعيد عنه. الناس كلها سجفت له. ما قال لهم حاجة من الاتنين: يا حاجتي تجيني وانا قاعد باشا، يا اما هعمل واسوي واحد انت مش هقول هيعمل ايه، ما فيش داعي. واحد اتنين تلاتة. طبعا كله خاف ومسكوها دعكوها، بس هي الطبع غلاب.